السلام عليكم. اولا كنشكر جميع الاصدقاء ديالي والعائله ديالي اللي اتصلوا بيا وكانوا خايفين على صحتي وعلى الحياه ديالي من مور الحدث اللي وقع. بغيت نطمئن الجميع باش نقول لهم بانني بصحه جيده والعائله ديالي ما وقع ليها حتى شي حاجه، لحقاش في 28 7 2018 اللي وقع فيه الحدث اللي غنشرحه لكم ما كنتش متواجد في الدار ديالي. واحد السيد اللي جا هجم على الدار ديالي واللي كان تيقول لهم بانني عندي حسابات مع سعيد باي وبغيت نصفيه جسديا. وهذه الحسابات شنو هي؟ تيدعي بانني انا تلتاجئ للشعوذه والسحر ودخلت له في دماغه وكتبت سيناريو ديال فيلم وديال مسلسل على حياته كامله، وتيقصد المسلسل ديال ديسك حياتي اللي تعرض في رمضان في القناه الثانيه مؤخرا، واللي انا فقط كنت فيه ممثل، ما انا سيناريست، ما انا مخرج. تنشكر بزاف الجار ديالي يوسف ديربي اللي بعفويه اولا خرج باش يعرف هذا الصداع اللي جا وهذا الدقان في الباب علاش، وعرض نفسه للخطر والموت المحقق من اجل واحد الجار ديالو. فاش عرف بان السيد جا عندي للدار ديالي وتيقول له بالحرف، وغتشوفوها في الفيديو اللي غنلوح لكم ديالو، بان تيقول لهم بغيت نقتل سعيد باي. هذا السيد هذا تيتعاطى المخدرات وعنده سوابق. هذا الشيء غيحكيه لكم من بعد المحامي ديالي اللي هو مراد عبودي، اللي محامي بهيئة الرباط واللي هو اللي مكلف بالدفاع عليا، واللي تنتمنى من خصوصا هذا طلب للصحفيين بأن أي سؤال ما هو قانوني قضائي يتصلوا به هو. انا ما غاديش نفهم في القانون، انا تنفهم فقط في شنو وقع ليا وفي الحاله النفسيه ديالي وفي شنو تنعيشو دابا. تنعيش في واحد الحاله نفسيه اللي صعيب باش توصل بانك خايف على حياتك وخايف على حياه عائلتك اكثر. انا خايف على مراتي وخايف على ولادي لانني تنسافر بحكم الاشتغال ديالي. واحد ماشي غير ينوض يتقرقب ويجي يقصد شي واحد ولا يعيش في واحد الخيال وباغي يجي يحقو على ارض الواقع. بغيت نقول واحد الحاجه اخرى، بان هاد الجار ديالي يوسف ديربي بانني اي حاجه درتها في حقه راه ما يمكنليش نوفي حقه. هاد الشهامه، هاد الرجوله اللي قلات في المجتمع ديالنا خصوصا في المدن الكبيره، لان كل واحد ساكن في شي عماره كل واحد دايها في سوق راسو، ما تتعرفش كاع الجيران ديالك. هاد السيد لا خرج ودافع وتيقولها مسكين وتيصرح بها من بعد، بان تقول لي سعيد واخا هادشي كامل اللي وقع لي كون مطمئن بانك لا سافرتي ولا شي حاجه، بان العائله ديالك راها غنفديها. ما يمكن لي الا نشكرو، ما يمكن ما عرفتش كيفاش نرد الخير ديالو. حاجه اخرى اللي بغيت نقول بان انا جي بورتي بلانت. المساله امام القضاء، انا عندي ثقه في القضاء وخصني القضاء ماشي غير خاص غير يطبق القانون. فاش تنشوف اش وقع لهذا الجار ديالي وبان راه محاولات القتل، واحد يتبعك حتى لدارك من غير انه ضربوا، هادشي غتشوفوه من بعد، من غير انه ضربوا تبعوا للدار وباغي يقتلوا. محاولات القتل، تهديد بالقتل، راه السيد تيهددني بالقتل بانه بنيه مبيته ومسبقه. انا السيد ماشي جاي غير يهضر معايا، السيد جاي هاز موس. وواحد الحاجه اللي بالنسبه للناس اللي المواقع اللي نشرات ولا الصحف اللي سعيدتين فيه، انا
تنفي فقط بأن هناك حسابات شخصية. أنا هذا السيد هذا ما تتربطني به لا علاقة عائلية، لا صداقة، لا علاقة إنسانية، لا مهنية، لا عملية، وما تنعرفوش حتى في وجهه، حتى شفتو مباشرة في الدائرة الرابعة، ومن بعد شفتو في المحكمة. ما نطولش عليكم، غتصنتوا من بعد الجار ديالي والمحامي ديالي، واللي لنا لقاء من بعد التفصيل اكثر باش نقول لكم اكثر. يمكن هذا الشيء وغنحبس هنا، ما عندي ما نقول اكثر، ما عندي.